السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار نادي الزمالك، هو الدنيا مستقرة تمام. هو يعني مفيش أخبار كتير، بس كل اللي أقدر أقوله إني المدرب فيريرا ماسك الفرقة صح، بيتعامل مع اللعيبة صح. اللعيبة يعني كويسة معاه، بتسمع الكلام. مفيش لاعب متمرد، مفيش الكلام ده خلاص. وزي ما أشدنا بالمستشار مرتضى منصور في الفيديوهات السابقة، زي ما قلنا إنه هو بالنسبة لنا كل حاجة، وهو فعلا بالنسبة لنا كل حاجة، عشان هو ده أيقونة نادي الزمالك، هو ده رئيس نادي الزمالك، هو ده رئيس أكبر نادي في مصر. زي ما أشدنا بيه وبنشيد بيه، مفيش حد زملكاوي غير لما بيشيد بمرتضى منصور. الصراحة بما يرضي الله، قادر يوفر فلوس، قادر يوفر أي حاجة للعيبة وللجهاز الفني وللإدارة، أي حاجة يوفرها لك. بس اللي حصل امبارح على قناة نادي الزمالك، وكمية الشتايم للأسف أنا وطيت التلفزيون من كمية الشتايم. هي دي قناة نادي الزمالك؟ طب هو ده جمهور نادي الزمالك اللي هو دايما بيفتح القناة وبيتابع أخبار نادي الزمالك من خلال القناة الرسمية بتاعته؟ يطلع علينا المستشار مرتضى منصور امبارح بكمية بذاءات وشتايم لا حصر لها. خليك في الرياضة، خلينا في الرياضة، ملناش دعوة بحاجة تانية. احنا بنشجع نادي الزمالك، بيك من غيرك حنشجع نادي الزمالك. انت امبارح خسرت كتير جدا من قيمتك قدام جمهور نادي الزمالك، فانت ما تقنعنيش باللي انت عملته امبارح والشتايم اللي حصلت دي ان في حد حيدعمك تاني. ما تقنعنيش. انا عن نفسي انا مش هدعمك تاني، ومش هتكلم عليك تاني، ومش هتكلم على ايجابياتك ولا هتكلم على سلبياتك. بس ابعد من قناة نادي الزمالك. قناة نادي الزمالك لجمهور نادي الزمالك، للرياضة فقط. احنا جمهور بيحب حاجة اسمها نادي الزمالك، فانت ما تجيش وتكرهنا فيه، وانت اصلا مش هتقدر تكرهنا فيه بالطريقة اللي حصلت امبارح دي. انت دخلت جوه كل بيت بألفاظك، بالألفاظ، وانتوا يعني انا مش هقدر اقول ألفاظ اللي هو قال. فأرجوك يا سيادة المستشار، خلينا في الرياضة، خلينا في فرقتنا، خلينا مع الجهاز الفني، خلينا مع اللعيبة، خلينا كده. بص الناحية التانية، بص المنافس، مفيش حاجة من اللي انت بتعملها هو بيعملها. مفيش الكلام ده. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. احنا بقى ندخل في السياسة، ندخل. احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا يا سيدي ومال الكلام ده؟ احنا ليه كده؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بطريقتك دي خسرت حاجات كتير جدا من شعبيتك، خسرت يعني اكتر من 90% من شعبيتك. خلينا في الرياضة، خلينا في فرقتنا، ارجوك يا سيادة المستشار. السلام عليكم.